اسمي حنان، أبلغ من العمر 26 عاماً، وبعد تخرجي من كلية التربية كنت أظن أن الحياة ستبدأ سريعاً كما خططت لها. كنت أتخيل وظيفة مستقرة وبيتاً هادئاً ومستقبلاً واضح الملامح، لكن الواقع كان أبطأ كثيراً مما توقعت. منذ الأيام الأولى بعد التخرج بدأت أبحث عن عمل حتى أعتمد على نفسي، فقد كنت أكره فكرة أن أكون عبئاً على أحد. وبعد محاولات كثيرة التحقت بشركة تعمل في مجال مستحضرات التجميل. لم تكن الوظيفة حلمي الكبير، لكنها كانت بداية جيدة ونافذة أرى منها العالم خارج حدود البيت. كنت فتاة هادئة بطبعي، لا أحب الصخب، وأهتم بمظهري ومستقبلي أكثر من أي شيء آخر. لهذا السبب حين تقدم أكثر من شخص لخطبتي في تلك السنوات كنت أرفض معظمهم. لم أكن أرفض غروراً، بل لأنني كنت أرى الزواج مسؤولية ضخمة ولا يجوز أن يتم فقط لأن العمر يمضي أو لأن الناس يتكلمون، لكن الناس لا يصبرون كثيراً. مرت السنوات سريعاً وبدأت أسمع العبارات نفسها في كل مناسبة: إلى متى ستنتظرين؟ العمر يجري، الفرص لا تتكرر. كانت تلك الكلمات تثقل قلبي أكثر مما أظهر. وفي تلك الفترة تعرفت في العمل على شاب اسمه عمرو. كان بسيطاً، هادئاً، مجتهداً، لا يملك المال الكثير ولا المكانة العالية، لكنه امتلك شيئاً نادراً: الاحترام. كان يتعامل مع الجميع بأدب ويعمل بصمت ولا يتدخل فيما لا يعنيه. ومع الوقت بدأ الحديث بيننا يكبر شيئاً فشيئاً. لم تكن بيننا قصة حب صاخبة كما في الأفلام، بل راحة هادئة جعلتني أطمئن له. وبعد أشهر تقدم رسمياً لخطبتي. تردد والدي في البداية بسبب ظروفه المادية، لكنه وافق بعد أن رأى إصراره وجديته. دامت الخطوبة 7 أشهر تقريباً، ثم تزوجنا في شقة صغيرة بالإيجار، متواضعة جداً، لكنها بالنسبة لي كانت بداية عالم جديد. كنت أقول لنفسي إن السعادة لا تحتاج قصراً كبيراً، بل قلبين متفاهمين وسقفاً يجمعهما. وفي البداية صدقت ذلك فعلاً. كانت أيامنا بسيطة، أحياناً نضحك على أشياء تافهة، وأحياناً نختلف بسبب المصاريف، ثم نتصالح سريعاً. تعلمت الطبخ من أجله، وكان يعود من العمل متعباً فأنتظره بالطعام وكلمة طيبة. شعرت لأول مرة أنني أنتمي لمكان. مر عام ثم عام آخر، لكن شيئاً واحداً كان ينقص حياتنا: لم يرزقنا الله بأطفال. كنت أحاول أن أبدو قوية وأقول إن الأمر بيد الله، لكن في داخلي كان هناك فراغ لا يراه أحد. كلما سمعت طفلاً ينادي أمه شعرت بوخزة في صدري، وكنت أرى الحزن نفسه في عيني عمرو رغم أنه نادراً ما تكلم عنه. ثم بدأت الضغوط المالية تكبر، الإيجار يرتفع، الأسعار تزداد، وراتب عمرو بالكاد يكفينا. صار يعود من العمل صامتاً، شارد الذهن، يحمل هماً أكبر من عمره. وفي إحدى الليالي جلس أمامي بطريقة لم أعتدها ثم قال: حنان، لا أستطيع الاستمرار هكذا. سألته بقلق: ماذا تقصد؟ أخذ نفساً طويلاً ثم قال: الجملة التي غيرت كل شيء. أفكر في السفر للخارج. تجمدت في مكاني. سفر؟ وترك البيت؟ وترك زواجنا الذي لم يبدأ فعلياً إلا منذ وقت قصير؟ حاولت إقناعه بالتراجع، لكنه قال إن الفرصة قد لا تتكرر، وإنه يفعل ذلك من أجل مستقبلنا. ثم نظر إلى ذهبي الذي أهداني إياه أبي يوم زفافي وقال بهدوء: لو بعناه سيساعدنا كثيراً. في تلك اللحظة شعرت أن شيئاً انكسر داخلي. ذلك الذهب لم يكن مجرد زينة، كان أماناً وذكرى وشيئاً أشعر أنه يحميني إن ضاقت الأيام. رفضت بشدة، وتحول الحديث إلى أول خلاف حقيقي بيننا، خلاف لم ينتهي بكلمات بل بصمت طويل وباب أغلق بعنف خلفه. وفي تلك الليلة جلست وحدي أتساءل: هل كان السفر بداية النجاة أم أول خطوة نحو ضياع كل شيء؟ لكنني لم أكن أعلم أن القرار الذي اتخذه عمرو بعدها
سيجعل حياتي تنقلب بطريقة لم أتخيلها أبداً. بعد تلك الليلة لم يعد البيت كما كان، نفس الجدران، نفس الأثاث البسيط، نفس الممر الضيق الذي كنت أمشي فيه كل صباح، لكن الروح اختفت. صار بيني وبين عمرو صمت ثقيل، وكأن الخلاف الذي بدأ بسبب السفر كشف أشياء أعمق لم نكن نراها من قبل. كان يتحرك في البيت قليل الكلام، شارد الذهن، يخرج مبكراً ويعود متأخراً. أما أنا فكنت أراقبه بصمت، وأنتظر أن يتراجع عن فكرة السفر، أو على الأقل أن يشعر بما أشعر به، لكنه لم يتراجع. بدأ يستدين من هذا الشخص وذاك، ويجمع المال بأي طريقة ممكنة. كان يتحدث مع أصدقاء قدامى، ويتصل بأقارب لم يسأل عنهم منذ سنوات. فهمت وقتها أنه حسم أمره، وأن رفضي بيع ذهبي لم يوقف شيئاً، بل فقط جعل الطريق أصعب بيننا. كنت غاضبة، نعم، لكنني كنت خائفة أكثر. لم أكن أخاف من الفقر، فقد اعتدت البساطة، لكنني كنت أخاف من الوحدة. أخاف أن أستيقظ فلا أجده، أن أمرض فلا أجد من يسأل عني، أن أعيش زوجة على الورق فقط، تنتظر مكالمة من رجل في بلد بعيد. ومرت أسابيع قليلة، ثم جاء اليوم الذي أخشاه، يوم السفر. استيقظت منذ الصباح وأنا أشعر بثقل في صدري. كنت أرتب له حقيبته بيدين مرتجفتين، وأضع ملابسه وكأنني أؤجل النهاية. حاولت أكثر من مرة أن أفتح معه الحديث، أن أطلب منه البقاء، أن أقول أي شيء يجعله يغير رأيه، لكنه كان حاسماً بشكل غريب. وقبل خروجه بدقائق قلت له بصوت مكسور: لو سافرت ماذا عني؟ نظر إلي للحظة ثم قال: كل هذا من أجلك، 2 أو 3 وستتغير حياتنا. أردت أن أصدقه، لكن قلبي لم يفعل. حمل حقيبته، وقف عند الباب، ثم قال إنه سيتصل حالما يصل. بعدها خرج وأغلق الباب خلفه. ذلك الصوت ما زال عالقاً في ذاكرتي حتى اليوم. لأول مرة شعرت أن الشقة أصبحت واسعة أكثر من اللازم، وصامتة أكثر من اللازم. في الأيام الأولى كنت أحاول التماسك. رتبت البيت، زرت أمي، اتصلت بصديقات قديمات، وقلت لنفسي إن الغياب مؤقت. كنت أعد الأيام وأنتظر صوته كما ينتظر الغريق قارب نجاة، لكن شيئاً لم يكن طبيعياً. اتصلت به في اليوم الأول فلم يجب، في اليوم الثاني كان الهاتف مغلقاً، في اليوم الثالث لا رد، ثم مر أسبوع كامل ولا خبر. بدأ الخوف يأكلني من الداخل. هل سرق؟ هل خدع؟ هل حدث له مكروه؟ هل وصل أصلاً؟ كنت أعيش بين عشرات الاحتمالات، وكل احتمال أسوأ من الذي قبله. صرت أنام والهاتف بجانبي، وأستيقظ كل ساعة أتفقد الشاشة. أحياناً أتخيل أنني سمعت رنيناً، فأقفز من مكاني لأكتشف أن كل شيء صامت. وبعدما يقارب شهراً كاملاً رن الهاتف، رقم دولي غريب. تجمدت يدي قبل أن أجيب، ثم ضغطت الزر وأنا أرتجف. حنان، كان صوته. لم أتمالك نفسي، انفجرت بالبكاء قبل أن أقول كلمة واحدة. شعرت وكأن جبلاً أزيح عن صدري. قلت له عشرات الأسئلة دفعة واحدة، لكنه طلب مني أن أهدأ أولاً. ثم بدأ يتكلم. قال إن المكتب الذي وعده بالسفر المنظم لم يكن صادقاً، وإن الرحلة كانت أصعب بكثير مما تخيل. تنقل مع مجموعة من الشباب بين أماكن كثيرة، وعاش أياماً قاسية، ولم يكن قادراً على الاتصال. لم يذكر التفاصيل كلها، كان يكرر فقط: المهم أنني وصلت. سألته فوراً: إذن عد الآن؟ يكفي ما حدث. لكنه رفض مباشرة. قال إنه دفع كل ما يملك، واستدان من الناس، ولن يعود قبل أن يحقق شيئاً يستحق كل هذا العناء. ثم قال شيئاً لم أتوقعه: الأفضل أن تتركي عملك وتبقي في البيت، سأرسل لك المال كل شهر. صمت لحظة. عملي لم يكن مجرد راتب، كان نافذتي الوحيدة على العالم. حاولت إقناعه أن أبقى موظفة، لكنه أصر وقال إن زوجته لا تحتاج إلى العمل ما دام هو موجوداً. وفي لحظة ضعفي وافقت.
لم أكن أعلم أن هذا القرار البسيط سيغلق آخر باب كان يربطني بالحياة الطبيعية. استقلت من عملي وجلست في البيت، أظن أن الراحة تنتظرني، لكن الذي كان ينتظرني في الحقيقة شيء آخر تماماً. فما الذي يحدث لامرأة تسحب منها الأيام واحداً واحداً ولا يبقى لها سوى جدران صامتة وهاتف لا يرن؟ بعد أن تركت عملي، اكتشفت سريعاً أن الإنسان قد يتعب من الراحة أكثر مما يتعب من العمل. كنت أظن أن البقاء في البيت سيمنحني هدوءاً أحتاجه، لكنني لم أكن أعرف أن الهدوء إذا طال يتحول إلى وحدة، والوحدة إذا طال عمرها تتحول إلى شيء أخطر. في البداية حاولت تنظيم يومي، أستيقظ مبكراً، أرتب الشقة، أعد الطعام، أنظف كل زاوية، ثم أجلس منتظرة أن يمر الوقت. لكن الوقت لم يكن يمر، كان يتمدد أمامي ببطء قاس. أحياناً أنظر إلى الساعة فأجد أن دقائق قليلة فقط مرت، رغم أنني أشعر وكأن يوماً كاملاً انقضى. كنت أفتح النافذة لأسمع أصوات الناس في الشارع، فقط لأشعر أن العالم ما زال يتحرك في الخارج بينما حياتي متوقفة في الداخل. أما عمرو فصار صوته أبعد من المسافة نفسها. في البداية كنت ألتمس له الأعذار، أقول إنه مرهق، يعمل لساعات طويلة، يحاول بناء مستقبلنا، وربما لا يجد وقتاً للكلام. لكنه مع الأيام صار يتصل أقل، وحديثه صار أقصر. مكالمة سريعة، سؤال عن صحتي، تحويل مبلغ بسيط، ثم ينهي الاتصال. مرة سألته: اشتقت لي؟ ضحك بخفة وقال: طبعاً، لكنني متعب جداً، ثم أغلق الخط. تلك الجملة البسيطة بقيت تؤلمني أياماً. كنت أحتاج أكثر من المال. كنت أحتاج أن أشعر أنني زوجة، لا مسؤولية مؤجلة. أحتاج رجلاً يسألني كيف أمضيت يومي، لماذا تبدو نبرتي حزينة، لماذا صرت أنام متأخرة وأستيقظ مرهقة. لكن لا أحد سأل. ثم جاء اليوم الذي قال فيه شيئاً هزني من الداخل. قال إنه لن يستطيع العودة قبل 5 سنوات على الأقل. 5 سنوات. حين سمعتها شعرت أن الأرض تميد بي. 5 سنوات من الانتظار؟ 5 سنوات وأنا معلقة بين بيت فارغ وهاتف بارد؟ 5 سنوات من عمري وأنا أعد الأشهر؟ في تلك الليلة لم أنم. جلست في الظلام أفكر: هل هذه هي الحياة التي اخترتها؟ زوج موجود في الأوراق فقط، وأنا امرأة تذبل بصمت. ومنذ ذلك اليوم بدأ الاكتئاب يتسلل إلي دون أن أشعر. صرت أبكي لأسباب تافهة، أنفعل من أبسط الأشياء. أكره الليل لأنه يذكرني بوحدتي، وأكره النهار لأنه طويل أكثر مما أحتمل. حتى زياراتي لبيت أهلي لم تعد تريحني. كنت أجلس بينهم وأشعر أنني غريبة. الجميع يعيش يومه، وأنا حياتي متوقفة عند مكالمة قد تأتي أو لا تأتي. بعد شهرين فقط من سفره شعرت أنني أختنق. لم أعد أبحث عن الرفاهية ولا عن المال. كنت أبحث فقط عن إنسان يكلمني، يسمعني، يشعر أنني موجودة. وفي ليلة طويلة جلست على سريري والهاتف في يدي، أتصفح بلا هدف. لم أكن أبحث عن شيء محدد، فقط أهرب من الصمت. دخلت إلى مواقع التواصل وتنقلت بين الصفحات والحسابات، ثم توقفت عند فكرة لم أتخيل يوماً أن أفكر فيها. قلت لنفسي: ماذا لو أنشأت حساباً جديداً باسم مختلف؟ حساب لا يعرفني فيه أحد، لا أقارب، لا جيران، لا أسئلة، لا أحكام. مجرد مكان أتنفس فيه بعيداً عن حياتي الحقيقية. ترددت كثيراً. كنت أعرف أن الأمر قد يبدو بسيطاً، لكنه بالنسبة لي كان خطوة غريبة. فأنا لم أكن من هذا النوع من الناس، ولم أعتد أن أخفي وجهي أو اسمي. لكن الفراغ حين يضغط على الإنسان يجعله يبرر أشياء لم يكن يقبلها يوماً. وفي لحظة ضعفي فعلتها. أنشأت الحساب. اخترت اسماً مستعاراً وصورة عادية لا تكشف شيئاً عني. ثم جلست أحدق في الشاشة وكأنني شخص آخر ولد للتو. شعرت بخوف خفيف ومعه حماس غريب. دخلت إلى بعض المجموعات العامة، قرأت منشورات الناس،
ورأيت غرباء يضحكون ويتحدثون ويشتكون لبعضهم البعض، وكأن العالم الموازي الذي خلف الشاشة أكثر دفئاً من عالمي الحقيقي. وبعد دقائق من التردد كتبت أول منشور بسيط: أبحث عن حديث محترم وصداقة راقية، لا أكثر. ضغطت زر النشر ثم أغلقت الهاتف بسرعة، وكأنني ارتكبت شيئاً خطيراً. لم أكن أعلم أن تلك الجملة الصغيرة ستفتح باباً كبيراً، باباً سيدخل منه شخص سيغير كل شيء. فمن كان ذلك الرجل الذي بدأت رسالته بكلمات مهذبة وانتهت بزلزال قلب حياتي بالكامل؟ في صباح اليوم التالي استيقظت على صوت تنبيهات متتالية من هاتفي. حين فتحته وجدت عشرات الرسائل والطلبات. بعضهم كتب كلمات سطحية، وبعضهم تجاوز الحدود منذ السطر الأول، وآخرون أرسلوا عبارات محفوظة تشبه ما يرسل للجميع. شعرت بالندم فوراً. قلت لنفسي إنني أخطأت حين دخلت هذا العالم، وإن المكان الذي ظننته مساحة هادئة ليس إلا ضجيجاً جديداً. بدأت أحذف الرسائل واحدة تلو الأخرى، وأنا على وشك إغلاق الحساب نهائياً. لكن وسط ذلك الزحام توقفت عند رسالة قصيرة جداً. كانت تقول: واضح من كلماتك أنك لا تبحثين عن العبث، بل عن شخص يفهم الصمت قبل الكلام. أعدت قراءتها أكثر من مرة. لم تكن مبتذلة، ولم تحاول استغلالي، ولم تبدأ بمجاملة فارغة. كانت مختلفة، أو هكذا بدا لي في تلك اللحظة. ترددت دقائق طويلة، ثم رددت بكلمة بسيطة: شكراً. بعدها بدأ بيننا حديث هادئ. قال إن اسمه وائل، عمره 36 عاماً، يعمل مهندساً، ولم يتزوج بسبب ظروف عائلية ومسؤوليات كثيرة. كان يكتب بثقة ويختار كلماته بعناية، ولا يلح في الأسئلة كما فعل غيره. في أول ليلة تحدثنا ساعة كاملة، وفي الليلة التالية أكثر من ذلك. ثم أصبحت أستيقظ فأجد رسالة صباحية منه، وأنام على رسالة أخرى في آخر الليل. شيئاً فشيئاً صار حضوره جزءاً من يومي دون أن أشعر كيف حدث ذلك. كان يسألني عن تفاصيل صغيرة لم يعد أحد يسألني عنها. كيف كان يومك؟ هل تناولت طعامك؟ لماذا تبدين حزينة اليوم؟ هل نمت جيداً؟ أسئلة عادية جداً، لكنها بالنسبة لي كانت شيئاً افتقدته منذ زمن. ومع الوقت بدأت أحكي له عن حياتي الحقيقية، عن زواجي، عن سفر عمرو، عن الوحدة التي أعيشها، عن البيت الصامت، عن السنوات التي أشعر أنها تضيع. كنت أتوقع أن يحكم علي أو يلومني أو ينسحب، لكنه لم يفعل. قال لي مرة: أنت تتحملين أكثر مما يجب. تلك الجملة وحدها جعلتني أبكي. لم أبكي لأنني ضعيفة، بل لأن أحداً أخيراً رأى تعبي. بعد أيام طلب أن نتحدث صوتياً. رفضت في البداية، ثم وافقت بعد تردد طويل. حين سمعت صوته لأول مرة كان هادئاً، مطمئناً، يحمل نبرة رجل يعرف كيف يجعل من أمامه يشعر بالأمان. صار الاتصال بيننا عادة يومية. ثم بعد فترة قصيرة طلب مكالمة فيديو. قال إن الإنترنت مليء بالحسابات المزيفة، ويريد أن يتأكد أننا نتحدث بصدق. شعرت بالخوف من الفكرة، لكنني وافقت في النهاية. وحين ظهرت أمامه على الشاشة ابتسم وقال ضاحكاً: مستحيل أن تكوني أنت صاحبة كل هذا الحزن. ضحكت، ولأول مرة منذ شهور ضحكت من قلبي. منذ تلك اللحظة تغير كل شيء. صرت أرتب يومي على مواعيده، أختار وقت استيقاظي حسب رسائله، وأنتظر المساء لأسمع صوته. إذا تأخر في الرد أقلق، وإذا ظهر أشعر أن الحياة عادت تتحرك. أما عمرو فصار أبعد من أي وقت مضى. مكالمة قصيرة كل عدة أيام، حديث عن العمل، شكوى من التعب، تحويل مبلغ، ثم ينتهي كل شيء. لم يعد يسألني كيف أشعر، ولم أعد أقول له شيئاً أصلاً. وفي داخلي بدأت مقارنة صامتة تكبر: رجل يسمعني كل يوم، ورجل غائب لا أعرف عنه إلا القليل. كنت أعرف أن هذا الطريق خطر، وأعرف أن القلوب حين تميل في الظلام لا ترى العواقب بوضوح، لكنني كنت أضعف من أن أتراجع. وفي إحدى الليالي
وبعد حديث طويل صمت وائل قليلاً ثم قال بنبرة مختلفة: الكلام لم يعد يكفيني. سألته بتوتر: ماذا تقصد؟ قال بهدوء: أريد أن أراك أمامي، لا عبر شاشة. تجمدت في مكاني. لقاء حقيقي خارج الإنترنت مع رجل لا أعرفه إلا من الكلمات والصوت. أغلقت الهاتف بعد تلك المكالمة وبقيت أحدق في السقف ساعات طويلة. عقلي يرفض الفكرة تماماً، لكن قلبي لم يقل لا. فهل كان ذلك اللقاء بداية سعادة ظننت أنني وجدتها أخيراً، أم أول خطوة نحو الندم الذي لا يمحى؟ بعد طلب وائل أن يراني وجهاً لوجه، عشت أياماً من الصراع الحقيقي. كنت أرفض الفكرة صباحاً ثم أعود لأفكر فيها ليلاً. أقول لنفسي إن الأمر مستحيل، ثم أجدني أراجع رسائله القديمة وأبتسم. كان عقلي يذكرني بأنني امرأة متزوجة، وأن مجرد التفكير في لقاء رجل غريب خطأ كبير. لكن قلبي كان يهمس بشيء آخر، أنني أحتاج أن أرى الشخص الذي أعاد إلي إحساساً افتقدته منذ زمن. كل ليلة كنت أقول له إنني خائفة، وكان يجيب بهدوء: لن أضغط عليك، أريد فقط أن نتحدث مثل البشر لا مثل الصور. كان يعرف كيف يختار الكلمات التي تضعف مقاومتي. لا يطلب مباشرة ولا يلح بعنف، بل يترك الباب نصف مفتوح حتى أدخله بنفسي. وبعد تردد طويل وافقت. اشترطت أن يكون اللقاء في مكان عام بعيداً عن منطقتي حتى لا يراني أحد يعرفني. اخترت حديقة كبيرة في مدينة أخرى، وطلبت أن يكون اللقاء عصراً حين تكون الحركة كثيرة والناس حولنا. في صباح ذلك اليوم استيقظت مبكراً وقلبي يدق بسرعة غريبة. بدلت ملابسي أكثر من مرة. مرة أقول سأرتدي شيئاً بسيطاً، ومرة أقول لا أريد أن أبدو مهملة، ثم أعود فألوم نفسي: لماذا أهتم أصلاً؟ وقفت أمام المرآة طويلاً أحدق في وجهي وأسأل: ماذا أفعل؟ هل فقدت صوابي؟ لكنني رغم كل شيء خرجت. طوال الطريق كنت متوترة. كلما اقتربت من المكان فكرت في العودة. قلت لنفسي إن بإمكاني النزول من السيارة والرجوع فوراً وأن لا أحد سيعرف. لكن شيئاً داخلياً كان يدفعني للأمام. حين وصلت اتصلت به ويدي ترتجف. قال إنه قريب، وبعد دقائق رأيته يقترب. كان أطول مما تخيلت، أنيقاً، يتحرك بثقة، وعلى وجهه ابتسامة هادئة. حين وقف أمامي ومد يده للسلام شعرت بخجل شديد وخفضت عيني فوراً. قال ضاحكاً: أخيراً أصبحت حقيقية. ابتسمت دون رد. جلسنا على مقعد بعيد وبدأنا نتحدث كما لو أننا نعرف بعضنا منذ سنوات. الغريب أن التوتر اختفى بسرعة، وكأن حضوره مألوف أكثر مما ينبغي. تحدثنا عن كل شيء: عن دراستي، عن عملي القديم، عن طفولتي، عن السفر، عن عمر، وعن أشياء صغيرة لا يعرفها عني أحد. كان يستمع باهتمام واضح، ينظر إلي حين أتكلم، ويضحك حين أضحك، ويمنحني ذلك الإحساس النادر أن أحداً يراك فعلاً. مر الوقت بسرعة مذهلة. لم أشعر إلا حين بدأت السماء تميل إلى الغروب والحديقة تفرغ شيئاً فشيئاً. عندها عاد الخوف فجأة. وقفت بسرعة وقلت إن علي العودة. نظر إلي وكأنه لا يريد للحظة أن تنتهي، ثم قال: هل سيكون هذا آخر لقاء؟ لم أعرف ماذا أقول. اكتفيت بابتسامة مرتبكة ثم غادرت. في طريق العودة كنت أشعر بسعادة لم أعرفها منذ سنوات، ممزوجة بذنب ثقيل لا أستطيع تجاهله. كنت أعلم أنني تجاوزت حداً لم أتخيل يوماً أن أتجاوزه، لكن جزءاً مني كان سعيداً لأنه فعل. ومنذ ذلك اليوم أصبح وائل أقرب من قبل. رسائله لم تعد مجرد كلمات، بل صار فيها اهتمام واضح وغيرة خفية. يسألني أين ذهبت، ماذا أفعل، ومتى سنلتقي مرة أخرى. أما عمرو فكان يبتعد أكثر. أحياناً تمر 10 أيام دون اتصال، ثم يرسل مبلغاً مالياً ورسالة قصيرة، وكأن هذا يكفي لحياة كاملة. وفي إحدى الليالي بينما كنت أتحدث مع وائل
قال فجأة: أنت لا تعيشين حياة حقيقية، أنت معلقة بين رجل غائب وبيت فارغ. سكت، ثم أكمل بنبرة هادئة لكنها خطيرة: لو كنت معي لما تركتك لحظة واحدة. ارتبكت وغيرت الموضوع، لكنه لم يتراجع. كان واضحاً أنه لم يعد يريد مجرد صداقة، ومنذ تلك الليلة بدأت الأمور تأخذ منحنى أخطر مما توقعت. فماذا سيطلب وائل بعد أن أصبح جزءاً من حياتي؟ وهل كنت أملك الشجاعة لأتوقف؟ أم أنني تجاوزت نقطة العودة بالفعل؟ بعد اللقاء الأول لم تعد علاقتي بوائل كما كانت. قبل ذلك اليوم كان مجرد صوت أهرب إليه من وحدتي، ورسائل تملأ فراغ المساء. أما بعد أن رأيته وجلسنا معاً، صار شخصاً حقيقياً دخل حياتي بكل تفاصيلها. أصبحت أستيقظ وأنا أفكر فيه، وأنام وأنا أنتظر رسالته الأخيرة. مزاجي صار مرتبطاً به، إذا تأخر في الرد أقلق، وإذا تحدث معي أشعر أن الدنيا عادت تدور من جديد. كنت أعرف أن هذا التعلق غير طبيعي، لكنني لم أقاومه. أما عمرو فكان يبتعد أكثر فأكثر. مكالمة قصيرة كل عدة أيام، سؤال سريع عن البيت، ثم حديث طويل عن العمل والتعب والمال. لم يعد يسألني كيف أشعر، ولا ماذا أفعل، ولا كيف أقضي أيامي الطويلة وحدي. وبدأت أبرر لنفسي كل شيء. أقول إنني مظلومة، إن الظروف دفعتني، إنني فقط أبحث عن الاهتمام الذي افتقدته، وأنني لم أخطئ ما دمت لم أؤذي أحداً. ومع كثرة التبرير بدأت أصدق نفسي. في إحدى الليالي قال لي وائل بصراحة: إلى متى ستبقين معلقة هكذا؟ زوج غائب لا يعرف عنك شيئاً، وأنت تضيعين أجمل سنوات عمرك. قلت بتوتر: وماذا أفعل؟ هذه حياتي. قال دون تردد: اطلبي الطلاق وابدأي من جديد. ارتجفت من الفكرة. الطلاق لم يكن أمراً بسيطاً، لا على نفسي ولا على أهلي ولا على نظرة الناس. كنت أعرف أن الجميع سيقفون ضدي، وأنهم سيعتبرونني جاحدة أو خائنة، لكنه قال بثقة: الناس لن يعيشوا مكانك، أنت من يدفع الثمن، لا هم. ثم أضاف الجملة التي جعلت قلبي يضطرب: ولو انفصلت سأتزوجك أنا. لم أعرف هل أفرح أم أخاف. جزء مني صدقه، وجزء آخر شعر أن الأمور تسير بسرعة خطيرة. لكن مع الأيام بدأ يكرر الحديث نفسه، يحدثني عن بيت صغير يجمعنا، وعن حياة جديدة، وعن رجل يعرف قيمة المرأة التي معه. ومع كثرة الكلام بدأت أتخيل تلك الحياة فعلاً. ثم تغير حديثه تدريجياً، صار يقول إنه يتعذب لأنه يراني ولا يستطيع الاقتراب مني، وإن الكلام لم يعد يكفيه، وإنه يريد وقتاً معنا بعيداً عن الناس والقيود. وفي يوم قال إن أحد أصدقائه يملك شقة فارغة ويمكننا أن نجلس فيها ساعات قليلة فقط لنتحدث بحرية. رفضت فوراً. قلت له إن هذا مستحيل، وإنني لم أصل إلى هذا الحد. غضب قليلاً ثم اعتذر، وبعد أيام عاد يطلب من جديد، لكن هذه المرة بلطف أكبر. كان يعرف كيف يضغط على مشاعري، مرة بالحزن، ومرة بالغيرة، ومرة بإظهار أنه يحبني ولا يريد سوى القرب مني. وبدأت مقاومتي تضعف. كنت أخاف، لكنني كنت أشتاق إليه أيضاً. أقول لنفسي إننا سنجلس فقط ونتحدث، وإنني أعرف حدودي، وإنني أستطيع المغادرة متى أردت. وفي يوم بعد نقاش طويل وافقت. بعد أن أغلقت الهاتف شعرت برجفة في يدي. كنت أعرف في أعماقي أنني فتحت باباً لن أستطيع إغلاقه بسهولة. جاء اليوم المحدد، وخرجت من البيت وأنا أقول لنفسي إنني سأعود بعد ساعات وكأن شيئاً لم يكن. وصلت إلى العنوان الذي أرسله لي، وكان في منطقة هادئة لا يعرفني فيها أحد. وجدته ينتظرني أسفل المبنى، مبتسماً كعادته، يتصرف بثقة جعلتني أهدأ قليلاً. صعدنا معاً، وفي اللحظة التي دخلت فيها المكان